الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم أصدقائي طلاب المراحل الإعدادية المختلفة. درسنا اليوم بعنوان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصف الثاني الإعدادي. كنت اتكلمت معاكم في المرة اللي فاتت عن حياة العرب قبل الإسلام وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وكيف عمل راعيا للغنم مع عمه أبي طالب، وكيف عمل بالتجارة عندما كان شابا مع السيدة خديجة بنت خويلد. ودرسنا اليوم بعنوان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف بلغ محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وما هي الصعوبات التي واجهته في سبيل نشر الدعوة بين الأمة، ومن هم الذين ساندوا الرسول في دعوته، ولماذا هاجر بعض المسلمون إلى الحبشة. كل هذه النقاط ما سنشرحها مع بعض سويا في خلال هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قبل ما ابدا في اي حاجه لازم اعرف يعني ايه كلمه وحي. كلمه وحي هو ما ينزله الله تعالى على انبيائه من خلال رسول الوحي او رسول السماء سيدنا جبريل عليه السلام. طيب، قصه نزول الوحي جت ازاي؟ عندما نزل جبريل عليه السلام ضم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ثم دار بينهما الحوار التالي. جبريل قال له اقرأ محمد ما أنا بقارئ، فأعاداه جبريل مرتين، فرد عليه محمد صلى الله عليه وسلم وقال له ما أنا بقارئ، فقال على جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى بيته وهو يرتجف، فدخلت عليه زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأخذ يقول لها زملوني زملوني أي غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الورع ورجع إلى هدوءه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. طيب، هنيجي لنزول الوحي على سيدنا محمد. جت ازاي نزول الوحي؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ليتعبد في غار حراء، حيث مكث فيه اياما بعيدا عن الناس ويتامل خلق الله سبحانه وتعالى، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام وهو في 40 من عمره. نزل سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي في أحد ليالي شهر رمضان المعظم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء. وعاد الرسول إلى بيته سريعا وأخبر السيدة خديجة بما دار بينه وبين جبريل عليه السلام، فطمأنته وقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرته ببعض خصاله الشريفة والحميدة، مثل إنه يصل الرحم ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق. ثم أخذته لابن عمها ورقة ابن نوفل الذي كان على دين الإبراهيمية وعالما بالإنجيل، فطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذا الناموس أو هذا الوحي الذي هو أنزل على موسى عليه السلام وأنزل على روح القدس عيسى عليه السلام، وأنه سيكون نبي هذه الأمة. وجاءه جبريل مرة أخرى ليخبره أنه رسول مبلغ من عند الله تعالى، كلفه برسالة الإسلام وإهداء الناس. ومن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد. طيب، مراحل الدعوة اللي تبعها الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية نشر الدعوة الإسلامية. مر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأربع مراحل دعوة، وهي مرحلة السرية، والمرحلة الجهرية العلنية بعد المواجهة، والمرحلة
مرحلة مواجهة المعتدين على الدعوة، ومرحلة عالمية الدعوة، ومواجهة من يقف ضد حرية نشره. وهنشرح دلوقتي كل مرحلة على حدة. طيب، المرحلة الأولى المرحلة السرية بدأت إزاي؟ استغرقت المرحلة السرية للدعوة مدة 3 سنوات، دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته والأقارب منه وأصدقائه، فكان آمنت معه طائفة في أول الدعوة، وضمت هذه الطائفة كلا من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول من آمنت من النساء. الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وهو أول من آمن من الرجال. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه، وهو أول من آمن من الصبيان. من الموالي مولاه زيد بن حارثة، يعني خادم الرسول زيد بن حارثة. طيب، لما بدأ عدد المسلمين يكتر حتى وصل إلى 30 مسلم ومسلمة، اختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليجتمع معهم ويقابلهم ويبلغهم ما أنزل عليه من السماء. طيب، هاجي أقول لك هنا سؤال: بما تفسر لماذا تم اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم بالتحديد؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار دار الأرقم ابن أبي الأرقم بالتحديد؟ أقول له: لكي يتعلموا فيها مبادئ الدين الإسلامي ويتدارسونه فيما بينهم، فكانت أول مدرسة في الإسلام. ده اللقب اللي أطلق على دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هو أول مدرسة في الإسلام يتعلم فيها الناس تعاليم الدين الإسلامي. طيب، هنيجي بعد كده للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الدعوة الجهرية العلنية. لما الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته السرية لمدة 3 سنوات، جاء أمر الله سبحانه وتعالى بإعلان الدعوة، وصعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا ونادى الناس فاجتمعوا به، وبدأ يدعوهم لعبادة الله الواحد الأحد على دين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام، وترك عبادة الأصنام. ومنذ ذلك الوقت بدأت مرحلة المحنة والبلاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، الرسول لما جه ندى على الناس من على جبل الصفا قال لهم إيه؟ قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، يعني تريد أن تهجم عليكم، أكنتم صدقتموني؟ يعني هتصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا منك كذبا يا رسول الله، ما جربنا منك كذبا يا محمد. فقال الرسول: فإني نذير لكم مبين بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فتوعده الله بالعذاب. لما أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الكلمة دي، ربنا سبحانه وتعالى توعد أبو لهب بالعذاب، ونزل له سورة مخصوصة في القرآن الكريم يتوعده فيها بالعذاب. طيب، ايه موقف قريش من الدعوة المحمدية؟ قريش هي القبيلة التي كانت تحكم مكة في ذلك الوقت، وتضع يدها على التجارة الداخلية والخارجية، وتضع يدها على الحج، وتضع يدها على بيت الله الحرام، فكانت لها الكثير والكثير من المصالح والتجارة وتجارة الأصنام وغير هذا من الكثير من المصالح التجارية داخل مكة المكرمة.
موقفهم كان ايه من الدعوة الإسلامية أو دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا رفضت قريش فكرة عبادة الله الواحد الأحد، لأن ده هيأثر كثيرا على تجارة الأصنام، وحاربت الدعوة منذ اللحظة الأولى. ليه؟ بما تفسر قامت قريش بمحاربة الدعوة المحمدية منذ ولادتها أو منذ نشأتها. أو زي ما قلت لكم، قريش ظنت أن الدعوة تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل، لأن هي كانت أكبر القبائل الموجودة في مكة آنذاك، والدعوة تخالف دين آبائهم وأجدادهم وهي عبادة الأصنام. فقامت قريش بإيذاء الرسول واتهامه بالسحر والجنون والكذب، وقامت بتعذيب كل من يدخل في الإسلام من العبيد ومن أصدقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأشد ألوان العذاب، ولكنهم صبروا وثبتوا على دينهم. وعندما فشلت قريش من رد محمد صلى الله عليه وسلم عن كلامه، وعرضت عليه الأموال والزعامة ولكنه رفض، فتم عمل حصار ومقاطعة للمسلمين داخل أراضي مكة، واستمر الحصار والمقاطعة لمدة 3 سنوات. ولكن كل ذلك باء بالفشل برد المسلمين عن دينهم. طيب، عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضيق اهل قريش الحصار عليه وما بقوش يتعاملوا معاهم ولا بقوا يبيعوا منه ليهم ولا يشتروا منهم ولا اي حاجه؟ اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم بفكره الى طرح الدعوه خارج حدود شبه الجزيره العربيه، وبالفعل كانت اول دعواته الخارجيه الى اراضي الحبشه. فقام بالهجرة إلى الحبشة أو إرسال أصدقائه إلى الحبشة. والهجرة إلى الحبشة كان أسبابها كما يلي: اشتداد إيذاء الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة عند ملكها النجاشي الذي لا يظلم عنده أحدا، وهي أرض صدق. فخرج بعض المسلمين إليها الحبشة، واللي هي موقعها دولة أثيوبيا حاليا. دي كانت الهجرة إلى الحبشة. تاني هجرات الرسول أو تاني دعوات الرسول الخارجية هي رحلة الطائف. ايه أسباب رحلة الطائف دي أو جت أحداثها ازاي؟ رحلة الطائف كانت أسبابها هي رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان آخر للدعوة بعد تضييق الخناق عليه وعلى أصحابه داخل أراضي مكة المكرمة، وذلك بعد أن فقد عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة بنت خويلد الذين توفوا في نفس العام، والذين كانوا عونا له في دعوته. فالتمس الرسول صلى الله عليه وسلم النصر من قبيلة ثقيف وقبيلة الطائف، فرفضوا أهل الطائف الدعوة وأمروا بإيذاء الرسول. لذلك انطلق محمد صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة. لما عاد إلى مكة ضاق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم نظرا تضييق قريش عليه ووفاة عمه وزوجته الذين كانوا سندا له، فبعث له رب العزة سبحانه وتعالى برحلة الإسراء والمعراج وللتخفيف عليه من أعبائه بعد فقد عمه وزوجته ورفض أهل الطائف للدعوة. فأمر الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام باصطحاب محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته. فكانت معجزة الإسراء حيث أسري بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أمام الحرم المكي إلى الحرم القدسي، يعني من أمام الكعبة
حتى بيت المقدس في فلسطين المحتلة. ثم عاد وأخبر قريش بما حدث فكذبوه. ده طبعا كان استحالة في وقتهم ان هم يروحوا من السعودية الى فلسطين ثم يرجعوا في نفس الليلة. فده كان امر مستحيل في الوقت بتاعهم ده، فعشان كده كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن صدقوا ابو بكر الصديق اذ قال له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لسيدنا ابو بكر الصديق ما حدث، فصدقه ابو بكر الصديق، وسمي من وقتها سيدنا ابو بكر بابو بكر الصديق. طيب نيجي بعد كده لأهم نقاط الدرس. كده أنا خلصت الدرس بتاعي، هنيجي لأهم النقاط اللي كانت فيه. تعرضنا بالشرح لنزول الوحي، وعرفنا ايه المقصود بكلمة الوحي، وعرفنا ان الدعوة السرية استمرت 3 سنوات، ثم بعد ذلك أتت الدعوة الجهرية المعلنة. وبعد كده وفاة عم الرسول أبو طالب وزوجه السيدة خديجة بنت خويلد، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن رسوله الضيق الذي كان فيه، فبعث له جبريل ليصطحبه في رحلة الإسراء والمعراج. وبكده أكون خلصت درسي النهاردة، وبالتوفيق لجميع الطلاب إن شاء الله تعالى. وفضلا لا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك على القناة حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.